يبقى لو انا كشركة بقى هعتمد الكاستمر فاليو بيزد برايسنج، اللي هو التسعير بناء على تقييم العميل للبرايس او للفاليو اللي انا بقدمها كشركة، يبقى هيبقى في نوعين من الفاليو برايسنج استراتيجيز دي، او طريقتين. الطريقه الاولانيه اسمها جود فاليو برايسنج، جود فاليو برايسنج، والطريقه التانية اسمها فاليو اد برايسنج، وهنتكلم على كل واحده منهم بالتفصيل. اول طريقه لاعتماد بقى الكاستمر فاليو بيزد برايسنج هي الجود فاليو برايسنج، او اول نوع من تطبيق الاستراتيجيات دي هي الجود فاليو برايسنج. جود فاليو برايسنج دي اللي هي ايه؟ اللي هو ان انا اقدم كشركة افضل قيمة بافضل سعر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان صحيح ان مهم جدا ان انا اقدم فاليو بشكل كبير، واقدم قيمة غيري ما بيقدمهاش، ويبقى المنتج بتاعي مميز وبيقدم حاجات كتير، لكن ده بيعلي السعر. في الظروف الاقتصادية الصعبة بيبقى الموضوع صعب بالنسبة للكاستمرز ان هم يتحملوا كده. هو طبعا اي حد في الدنيا محتاج كواليتي عالية، جودة عالية من اي منتج، وفي نفس الوقت ايه؟ سعر مناسب، لان الظروف الاقتصادية ما بقتش سهلة وبقت صعبة، وصعب الاسعار ابتدت تبقى عالية، وبالتالي مش اي حد يقدر يأفورد او يدفع حاجة زي كده. يبقى الشركات يهمها ايه؟ يهمها تكون بتقدم فاليو وفي نفس الوقت ايه؟ بسعر مناسب، نظرا للصعوبات الاقتصادية اللي بتواجه اغلب دول العالم حاليا، وبتبقى في كرايسيس او ازمات اقتصادية بتحصل من حين لاخر، بتستدعي ان الكونسيومرز او المستهلكين تبتدي تاخد بالها من الفاليو ومن البرايس مع بعض. يعني في الظروف الرخاء لما يبقى الشخص معاه فلوس يقول لك انا ما يهمنيش السعر، انا اشتري الحاجة، اهم حاجة تكون كويسة. اه صح. انما في ظروف تانية لما الدنيا بتبقى صعبة والحياة غالية، تبتدي تقول ايه؟ انا عايز حاجة كويسة بس برضو ما تكونش غالية قوي ويكون سعرها مناسب. يبقى هنا الاستراتيجية دي ان الشركات اللي بتقيم او بتبني سعرها، سعر المنتج بتاعها بناء على الفاليو، لازم توازن ما بين الفاليو والبرايس. يعني good value at at affordable price او at a good price. يبقى ايه هي الجود فاليو برايسنج؟ الجود فاليو برايسنج هو طريقة تسعير بتتبع استراتيجية الكاستمر فاليو بيزد برايسنج، اللي هي ان انا هسعر المنتج بتاعي بناء على ايه؟ بناء على تقييم العميل للجودة وللقيمة اللي انا كمنتج بقدمها له. الجود فاليو برايسنج بقى هو ان انا اجمع، يبقى في رايت كومباينيشن، او اجمع ما بين الكواليتي وفي نفس الوقت جود برايس او ات افير برايس. ان انا اجمع الكواليتي بتاعه البرودكت او السيرفيس ان انا بقدمها، اقدم خدمة جيدة، منتج جيد بسعر مناسب او سعر عادل. وبالتالي ايه؟ هتلاقي ابتدت اغلب الشركات تنزل فيرجنز او يعني نسخ من المنتجات بتاعتها، ولكن ايه؟ اقل تكلفة او بتكلفة اقتصادية، او ان سعره يكون اقتصادي. هتلاقي مثلا مساحيق غسيل بتنزل فيرجنز ايه؟ صغيرة منها، او احجام صغيرة. هتلاقي الشاي مثلا والبن والحاجات دي بتنزل احجام مختلفة، منها حجم صغير بيبقى سعره قليل، يبقى بيقدم لك الكواليتي او المنتج بتاعك او جودة المنتج اللي انت متعود عليه، وفي نفس الوقت في حجم قليل عشان ما تدفعش كتير. هتلاقي مطاعم بتقدم وجبات توفير، بيشيلك بقى بعض الاضافات، بيشيلك بعض مثلا المشروبات، ويقدم لك الكواليتي او البراند اللي انت متعود عليه، وبس بتكون ايه؟ وجبة اقتصادية. بتلاقي بعض المنتجات او العلامات التجارية تقوم منزله لك ايه؟ خصم او اوفر، او منتج نفس المنتج او نفس الجودة بسعر اصغر، بسعر اقل، او تزود لك الحجم بتاع
المنتج مثلا تزود لك مسحوق الغسيل، او تزود لك الحجم بتاع المشروب بتاعك كام ملي زيادة بنفس السعر. ونظرا لأهمية الجمع ما بين الفاليو او الكواليتي اللي بيقدمها المنتج وسعره المناسب، لو سألت اغلب الناس حاليا ايه مفهوم الفاليو او القيمة بالنسبة لك، هيقولك البراند نيم فور ليس، يعني استعمل المنتج بتاعي او اخد العلامة التجارية اللي انا بحبها وبستعملها بس ايه بسعر اقل، وبالتالي دي بالنسبة لي هيبقى الفاليو، هيبقى ده القيمة اللي انا محتاجها. ولذلك في بعض الكيسز او بعض الاحوال الجود فاليو برايسنج اللي هو التسعير اللي هو بيجمع ما بين الفاليو والبرايس، بيشمل ان المنتجات اللي موجودة حاليا تزود الكواليتي بتاعتها ولكن بنفس السعر. يعني يقول لك ايه، منتج محسن بنفس السعر، او اللي هو تنظيف اقوى بنفس السعر الرائع، وهكذا. يبقى هو قال لك ايه، قال لك انت السعر اللي انت شايفه غالي هو غالي بس انا حسنت لك الكواليتي. او ممكن بعضهم يعمل لك سيم كواليتي، هو المنتج اللي انت متعود عليه بالجودة بتاعته بس يقلل لك السعر شوية، زي ما قلنا الامثلة بتاعت وجبات التوفير بتاعت العروض والحاجات اللي زي دي. يبقى الكواليتي فور ليس، او انه يعلي الكواليتي بنفس السعر، يعني يثبت سعره ولكن ايه بنفس، يعلي الكواليتي، او يقلل سعره ويثبت الكواليتي. يعني بحيث ان انت تبقى حاسس ان انت واخد قيمة، يا اما السعر قليل بس بالقيمة اللي انت متعود عليها، يا اما نفس السعر بس بجودة اعلى من اللي انت متعود عليها. في بعض الكامبانيز او بعض الشركات بقى يقلل لك الكواليتي ويقلل لك السعر قوي، يعني ولكن دي بتبقى ليها الدروباكس بتاعتها. يعني هو المعادلة من طرفين، الكواليتي والسعر. ممكن تثبت الكواليتي وتقلل السعر، ممكن تعلي الكواليتي وتثبت السعر، ممكن تقلل الكواليتي وتقلل السعر قوي. يبقى انت هنا ايه، لان انت باني التسعير بتاعك على اساس ايه، الفاليو، القيمة اللي انت بتقدمها للعميل اللي هي من ضمنها الجودة بتاعت المنتج. يبقى علشان توازن ما بين الجودة والسعر، يا اما بتقدم نسخ اقل في السعر من البراندز اللي انت متعود عليها، يا اما ان انت بتعمل ريديزايننج او بتعيد تقديم المنتجات بتاعتك او العلامات التجارية بتاعتك، يا اما بتعلي الكواليتي بنفس السعر، يا اما بتقلل الكواليتي وتقلل السعر قوي، يا اما بتثبت الكواليتي وتقلل السعر حاجة بسيطة. براند مهم زي وول مارت اللي هو احد اهم الهول سيلر او تجار الجملة على مستوى العالم، بيطبق سياسة او بيطبق طريقة لتطبيق الجود فاليو برايسنج دي، اللي هي الافري داي لو برايسنج. افري داي لو برايسنج ده المقصود بيها ان كل يوم بينزل سعر او تخفيض على المنتج، مش بتبقى فترة تخفيضات، لا كل يوم بينزل ديسكاونت، برايس ديسكاونت، بناء على بقى حاجات كتيرة وفاكتورز مختلفة، ولكنه ديسكاونت يومي. فانت تيجي كده الصبح تشوف السعر النهاردة المنتج بقى بكام او عامل كام، مش مسألة ان فترة تخفيضات او ديسكاونتس او غيره. بيسموها everyday low pricing اللي هو EDLP. فيديوهات افهم ماركتينج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتينج. افهم ماركتينج كمان موجود على هيئة بودكاست، على سبوتيفاي بودكاست وعلى ابل بودكاست وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الايميل افهم.marketing@gmail.com.